لو فاكر ان لينكن كو براند مش فخم، فانت محتاج تفكر تاني، وبالذات مع الزيرو 2. عندك اجمل شكل فوانيس هتقابله، وكاوتش كبير بجنطه 19 انش، والاوكر مخفيه جوه الباب. وبالمناسبه الاربع بيبان بتوع العربيه كمان فريملس. الفوانيس اللي ورا دي مثلا مستحيل اللي كان بيصممها كان بيشرب قهوه زينا عادي، تحفه فنيه. دي حتى قلبه على سبويلر في نفس الوقت، وعشان انت راجل مهم بالنسبه لهم كاتبين لك درايف سيف على الباب. الميزه في العربيه دي انها ما بتضرش، انت بتركب وبتحط درايف من الفتيس وبتمشي على طول. الطاره معموله هاند ميد، وفيها خطين فوسفوري شكلهم حلو جدا. ده غير انها موفره لك بنسبه 40% مساحات للرجلين. الشاشه اللي قدامك 15 و4 انش، وفيها وايرلس ابل كار بلاي، وكمان الريزولوشن بتاعها 2K. قدامك 2 شاحن وايرلس، وكمان كابل عندك معدي ال 60 واط، يعني اسرع من الفاست تشارجنج. تحت ايدك بقى في كفر لمساحات التخزين ماجنتيك، ودي حاجه انا ما شفتهاش قبل كده بصراحه. البانوراما اللي فوقيك عليها طبقه عزل بتمنع 99% من الاشعه الضاره بتاعت الشمس. مراياتك كلها من غير فريم، والاصيع ان الكفر كله كمان بيتحرك لما تيجي تظبطها في اي اتجاه. اكره العربيه من جوه كهرباء، وفي كمان واحده احتياطي معموله عشان الطوارئ. الكراسي برده كهرباء بنظام تبريد وميموري على الكرسيين اللي قدام. الفانتس بتاعت التكييف فيها مود كده بتتحرك يمين وشمال اوتوماتيك زي ما انت عايز بقى طول ما انت ماشي. خط الامبيانت لايتس اللي على التابلو بينور معاك دايناميك لما تدي اشاره، وحتى وانت بترجع بظهرك لو في حد ماشي وراك. واكيد طبعا تقدر تغيرهم لاي لون انت عايزه. فيها بقى زاويتين للكاميرا تحفه بتوع المرايات، بيجيبوا لك كده الكاوتش وانت بتركن عشان تبقى محضن كويس جدا جنب الرصيف. العربيه دي بقى دفع خلفي، وفي 5 ثواني هتتسارع معاك من الصفر لحد ال100. وكمان حجم البطاريه 66 كيلو وات، يعني تقريبا هتمشيك من 400 ل 450 كيلومتر لو سواقتك هاديه.